في اي سيناريو الحرب عالميه، سواء امريكا، روسيا، الصين، ومصر فجاه هتلاقي نفسها في مركز الاهتمام، سواء كانت عايزه كده او لا، للاسف طبعا. طب بما ان ارضنا هي هدف استراتيجي بالنسبه للعالم، ايه اللي بيحميها؟ اول خط دفاع قبل الحديد والنار هو البشر، وهنا مصر عندها ميزه. الجيش المصري هي مش مجرد فرقه او عساكر، ده يعتبر واحد من اكبر الجيوش في العالم في العدد. احنا بنتكلم عن جيش في الخدمه الفعليه يقدر ب 450 الف جندي، وقوه احتياطيه متدربه بتوصل لحد نص مليون، جاهزين للاستدعاء في اي لحظه. والاهم من كل الارقام الضخمه اللي احنا لسه قايلينها دي هو فلسفه التجنيد الالزامي. النظام ده معناه ان في ملايين من الشباب المصريين على مدار عشرات السنين دخلوا الجيش وخدموا فيه، وعندهم خلفيه عسكريه اساسيه، يعني يعرفوا يضربوا نار وعندهم انضباط. وخليني اقول لك، لو لسه ما دخلتش جيش او دخلت وخلصت، ان مصر عامله تجنيد اجباري، وطبعا كلنا عارفين. بس يا ترى ليه؟ عشان في حاله الاستعداد للحرب كله يقدر يحارب. مش رخامه عليك يا صديقي، ده امان ليك اولا، لكن احنا مش بنشوف ده، احنا بنشوف ان هو اجباري وخلاص.